سلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا ديما على خير وبخير وديما في اتم الصحه والعافيه يا رب العالمين. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناه اسرار وئام. نبداو كلامنا ونحليوه بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم غادي نشارك معكم واحد العشبه اللي نفعتني بزاف البنات في فقر الدم. الا عرفنا نستعملوها وعرفنا نستعملوها بالمقدار ديالها وفي الوقت ديالها ان شاء الله والله العظيم البنات الا نفعاتني ونفعت حتى واحد الخاله ديالي وبزاف ديال الناس نفعتهم، وهي رخيصه وكاينه في السوق وكاينه عند اي عشاب. وحنايا يعني في هذا العصر ديالنا ما كنرجعوش بزاف للمكونات الطبيعيه كما كنقول في اي فيديو. كنستعملوا غير الدواء. خصنا ضروري نرجعوا للطب البديل ونرجعوا للمكونات الطبيعيه. ولكن يعني واخا نرجعوا للطب البديل وهذا الشيء الطبيعي خصنا نعرفوا نستعملوه، بحال مثلا الفوه هذه اللي غنشارك معكم اليوم. راه تقبط لفقر الدم وكتنشط الدوره الدمويه ومزيانه حتى اللي عندهم الحريق ديال النبوله اعزكم الله. ولكن راه في نفس الوقت خطيره الا استعملناها بزاف. يعني بعد الاطفال ممنوع عليهم منعا باتا، والناس اللي من 14 ولا 15 عام الفوق، الناس الكبار اللي بالغين يستعملوا معلقه صغيره كل نهار. ولا من الاحسن الناس اللي كيعانيوا من فقر الدم يستعملوها نهار ونهار لا. مع الماء سخون. انا الاستعمال الوحيد اللي كنستعملها هي كنديرها كنطبخها مع الماء سخون وكنخليها كتبرد وكنشربها. قديتو دوزوها هكاك دوزوها، ما قديتوش حليوها بشويه السكر ولا بالعسل ولا هذا، حيتاش المذاق ديالها شي شويه مر. كما قلت لكم البنات راه كتنفع بزاف فقر الدم وكتعزز وكتنشط الدوره الدمويه. وهي من الاعشاب ومن الحمراء اللي الجذور ديالها حمراء. وحنا كما كتعرفوا ان اي سبحان الله اي عشبه او اي فاكهه او خضره كيكون اللون ديالها احمر فانها كتنفع بزاف بالنسبه للمرضى ديال فقر الدم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونكون ضيفة خفيفة على قلبكم، حيت ديما ما كنبغيش نطول فيديوهات بزاف وكنقول غير ما قل ودل، وكنشارك معكم التجربة ديالي او التجربة ديال احد الاقرباء ديالي اللي كانت يعني بالمنفعة. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق زوينة بحالكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله.